خلوني أنقل مع حضراتكم لمشهد آخر للي كانوا بيتساءلوا، هو احنا عملنا التفويض ليه؟ مش ده جزء أساسي من مهمة القوات المسلحة وفقا للإعلان الدستوري والكل دساتير مصر، حماية الداخل والخارج؟ لكن لأن الإرهاب بقى على كل عتبة وكل باب، بقى في كمين زي كمين عبود، وبقى في مدينة جامعية زي مدينة جامعية للأزهر، وبقى في المدن الجامعية اللي بتاخد من فلوس الضرايب علشان تعلم أبناء مصر حب الوطن، العلم. لكن للأسف لأنه التمكين شغال وكان شغال طول الوقت والناس مش راضية تعلن ده بشكل واضح، معرفش عن خوف ولا معرفش عن تواطؤ ولا معرفش عن إيه بالظبط. خلوني أخدكم للدائرة الأخرى. تحقيقات النيابة العامة في اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك مسؤول ملف الإخوان في جهاز الأمن الوطني بتسفر عن عدة مفاجآت. أول هذه المفاجآت أن الشهيد قدم قبل أسبوع CD لجهات التحقيق في قضية التخابر المتهم فيها المعزول وعدد من قيادات الإخوان في دليل إدانة وصفته المصادر القضائية بدليل الإدانة الحاسم في إدانة الرئيس المعزول بتهمة التخابر مع حركة حماس وتنظيم القاعدة، لأن التسجيل بيحتوي على تسجيل مكالمة ما بين المعزول وما بين رأس تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. المصادر أوضحت أن المحادثة أيضا بتتضمن اعتراف صريح من مرسي بإبلاغ قيادات في حماس بمعلومات مهمة عن الوضع الأمني في سيناء، ولم تذكر ولم تفصح هذه المصادر عن زمن المكالمة، توقيت المكالمة ما بين المعزول وزعيم القاعدة. وأنا هنا هفكركم بكلمة خطيرة ومهمة قالتها سعادة السفيرة منى عمر أمين المجلس القومي للمرأة بالأمس. قالت إنه جزء أساسي من غضب الحكومات الإفريقية أن التنظيمات الإرهابية في هذه الدول كانت تتعامل مع المعزول من خارج السفارات ومن خارج القنصليات، ولم تكن تعترف بأي أحد، كانت تتعامل معه بصورة مباشرة، تأتي لزيارته ولقائه دون المرور على القنوات الدبلوماسية، لا لدولها ولا للدولة المصرية. قدرنا نفهم؟ طيب خلوني أسأل العقيد خالد عكاشة الخبير الأمني، إيه دلالة تسليم هذا CD؟ صباح الخير لحضرتك يا فندم، وتعازينا لأهالي الشهداء بالأمس وشهيد الشرطة فجر اليوم في محافظة القليوبية. تسليم هذا CD كما ذكرنا عند حضرتك إن هو أحد الأدلة المهمة وأحد الأدلة الدامغة اللي بيها أنهى محمد مبروك رحمه الله والمجموعة التي كانت تعمل معه تسليمها لجميع الأوراق الخاصة بالقضية اللي هتنظر قدام المحكمة. والقضية لم تتأثر كثيرا باغتيال الشهيد محمد مبروك، الأدلة موجودة الآن أمام الجهات القضائية والقضية متكاملة الأركان وهناك العديد من الشهود. ده بنطمن السادة المشاهدين جميعا اللي بيتابعوا هذه القضية، لأن اتسألنا كتير خلال الأيام الماضية عن مدى تأثر القضية بمسألة الاغتيال، وهل الاغتيال يغلق الملف من عدمه؟ ملف موجود، أدلته دامغة. التاريخ اللي حضرتك بتسألي عليه الخاص بهذه المهاتفات والمكالمات، التاريخ دوت أثناء تولي محمد مرسي منصب الرئاسة. وده أخطر ما في الموضوع، أن هذه الاتصالات خارجة من رئيس جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت مع تنظيمات إرهابية، مع زعيم ملاحق دوليا على مستوى العالم. دي خطورة هذه المسألة. طيب أستأذنك أقولها تاني، يعني على عهدة الخبير الأمني خالد عكاشة، توقيت هذه المكالمات ما بين الرئيس المعزول وزعيم القاعدة أيمن الظواهري كان أثناء تولي الدكتور مرسي لمنصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، صح كده؟ ده صحيح يا فندم.